في الفيديو ده هكمل لك شرح أصعب قاعدة في اللغة الألمانية، والنهاردة معانا حرف الجر فيور. حرف الجر فيور ده اللي هو بيجي ده، بص، دايما بيجي معاه الأكوزاتيف، وده بمعنى لي. لو أنا بعمل حاجة من أجل حد أو لمصلحة حد بنستخدم حرف الجر ده، ودايما بيجي بعديه الأكوزاتيف. ركز معايا، مفيش استثناءات في القاعدة دي، دايما أكوزاتيف بعديها. طيب يعني مثلا لو أنا عايز أقول إن أنا هجيب البتاعة دي لأمي، أنا هجيب البتاعة دي إيه لأمي، اللي هو أنا هشتري دي لأمي. Ich kaufe das für meine Mutter. Ich kaufe das für meine Mutter. طيب لو عايز اقول مثلا ان انا بتعلم الماني عشان الشغل، ركز معايا. Ich lerne Deutsch für die Arbeit. Ich lerne Deutsch für die Arbeit. طب لو عايز اقول ان الهدية دي عشان صاحبي، الهدية دي ايه ليه؟ لصاحبي، لاجل صاحبي. Das Geschenk ist für meinen Freund. Das Geschenk ist für meinen Freund. بكل بساطة يا معلم، يعني احنا عرفنا ان حرف الجر ده انا بستخدمه لما اكون عايز اهدي حاجة لحد، او بجيب حاجة لحد، او بعمل حاجة عشان حد. بيستخدم بمعنى لي. وليه استخدام تاني مهم جدا، وهو المدة الزمنية. لو انا عايز اقول ان انا مثلا هفضل في المكان ده لمدة يومين، او انا هفضل هنا لمدة يومين، او انا هفضل هنا لمدة سنة، بتتقال ازاي؟ Ich bleibe hier für 2 Tage. Ich bleibe hier für 2 Tage. او مثلا لو عايز اقول انا هتعلم الماني لمدة عام، انا هتعلم الماني لمدة ايه؟ عام. Ich lerne Deutsch für ein Jahr. Ich lerne Deutsch für ein Jahr. بكل بساطة. طيب ممكن تكتب لي تحت في التعليقات لو أنا عايز أقول أنا هشتري الهدية دي لواحد صاحبي. أنا يشتري معناها كوفن، حلو، فعل يشتري معناه كوفن. لو أنا عايز أقول أنا أشتري إيش كوفة، الهدية معناها das Geschenk. الهدية معناها das Geschenk. لو أنا عايز أقول بقى أنا هشتري الهدية دي لواحد صاحبي، بتتقال إزاي؟